المجموعة الرابعة كان 2013 تضم كل من المنتخب التونسي، الجزائري، منتخب ساحل العاج والمنتخب التوغولي. المنتخب التونسي يشارك للمرة 13 في نهائيات الأمم الإفريقية ومتحصل على اللقب القاري كان في مناسبة وحيدة وهي نسخة 2004 اللي أقيمت بتونس وفاز فيها نسور قرطاج على أسود الأطلس 2-0. في النسخة الفارطة تواجدت عناصرنا الوطنية في المجموعة الثالثة صحبة الجابون البلد المضيف والمنتخب المغربي ومنتخب النيجر. في المباراة الافتتاحية انتصر زملاء عبد النور في دربي مغاربي ضد المنتخب المغربي 2-0 لينهزم في المواجهة الثانية ضد المنتخب الجابوني 1-0 وانتصر على منتخب النيجر بصعوبة بنتيجة 2-0 ليعبر كتيبة قرطاج الدور الربع النهائي وصيفا للمنتخب الجابوني وواجه منتخب البلاك ستارز، لكن خطأ البلبولي عجل بخروج أبناء طرابلسي بنتيجة 2-0 ويقف مشوار النصور في هذا الدور للمرة الرابعة في تاريخه. وقعت تونس في مجموعة أطلق عليها اسم المجموعة الحديدية بما أنها تضم خيرة المنتخبات الإفريقية منتخب الفيلة وصيف النسخة الماضية والمنتخب الجزائري والتوغولي. وسيفتتح المنتخب أولى مبارياته بمواجهة المنتخب الجزائري في دربي مغاربي صعب ليلاقي منتخب ساحل العاج في مباراة أصعب من المباراة الافتتاحية، ثم يختتم المواجهات بمصافحة المنتخب التوغولي. يعول طرابلسي على ثلة اللاعبين المهاريين على غرار يوسف المساكني الملقب بالنمس ويشغل خطة متوسط ميدان هجومي. توج بعدة ألقاب محلية مع فريقه السابق الترجي التونسي ولقب دوري أبطال إفريقيا 2011، كما شارك في كأس العالم للأندية باليابان. المساكني صاحب أغلى صفقة في تاريخ الكرة العربية، إذ بلغت صفقة انتقاله من الترجي الرياضي التونسي لنادي الأخويا القطري 15 مليون دولار أمريكي. أيمن عبد النور يشغل خطة مدافع محوري وينشط مع فريق تولوز الفرنسي وبات محل متابعة من قبل الأندية الأوروبية الكبرى على غرار برشلونة وغريمه ريال مدريد وأرسنال الإنجليزي، وذلك بفضل أدائه المتميز في الليغ 1. يشارك المنتخب الجزائري في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة 15 ويعود تاريخ أول مشاركة له عام 68 اللي استضافتها أثيوبيا وفاز بلقبها منتخب الكونغو الديمقراطية. أبرز إنجازات المنتخب الجزائري كان التأهل لنهائي 80 بليبيا وإلى نصف نهائي في بطولات 82 84 88 و2010. توج محاربو الصحراء بطلا للنسخة 17 من كأس الأمم الإفريقية اللي أقيمت على ميدانهم وأمام جماهيرهم بعد الفوز على المنتخب النيجيري في الدور النهائي هدف دون رد. ودع المنتخب الجزائري الدور الأول في بطولات 68 86 92 98 و2002. يحتل منتخب الصحراء المركز ال19 عالميا 907 من النقاط حسب ترتيب نوفمبر 2012 الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمركز الثاني على الصعيد الإفريقي خلف المتصدر الكوت ديفوار. ورغم صعوبة المجموعة اللي حل فيها المنتخب الجزائري فإنه يسعى في كرنفال إفريقيا لتخطي أشواط مهمة في المسابقة واللي ملأ ضم هذه النسخة، وذلك عن طريق عدة لاعبين مهمين كخالد لاموشية واللي تكون في فريق ليون الفرنسي ويلعب في خطة وسط ميدان، انتقل لعدة فرق منها وفاق ستيف ليحط الرحال بالنادي الإفريقي. رفيق حليج صخرة الدفاع في منتخب الجزائري واللي انطلقت مسيرته مع المنتخب في تصفيات كأس العالم سنة 2010 وساهم في وصول الخضر للعرس العالمي اللي احتضنته جنوب إفريقيا. المنتخب الإيفواري شارك للمرة 20 في تاريخ الكان وتمكن من الحصول على اللقب في مرة واحدة في السنغال عام 92، وذلك بالتغلب على منتخب غانا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 11-10. خاض منتخب ساحل العاج 71 مباراة، فاز في 30 مباراة وتعادل في 17 وخسر 24، وأحرز لاعبوه طوال مشاركتهم في نهائيات 92 هدف ودخل مرميهم 75 هدف. يدخل منتخب الفيلة النسخة الحالية بمعنويات مرتفعة بما أنه وصيف نسخة غينيا الاستوائية الجابون، لكنه يطمح هذه المرة للاحتفاظ بالكأس. وللتذكير فإنه زملاء دروغبا تمكنوا من الوصول للنهائي، لكن طموح المنتخب الزامبي انتصر على خبرة الإيفواريين وانهزموا بركلات الترجيح. ورغم صعوبة المنتخبات المتواجدة في مجموعة المنتخب الإيفواري إلا أنه أبناء صبري اللاموشي عولوا على خبرتهم ومهارتهم لتخطي الدور الأول والمضي بعيد في المنافسة.
يضم المنتخب الإيفواري أبرز اللاعبين الناشطين بالبطولات الأوروبية ديدييه دروغبا واللي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي موسم 2003 و2004 عندما لعب للوام، كما توج مع تشيلسي الإنجليزي بالدوري في 3 مناسبات 2005 2006 و2010 وفاز بدوري أبطال أوروبا سنة 2012 وينشط حاليا بشنغهاي الصيني. جيرفينيو يلعب حاليا لأرسنال الإنجليزي ويشكل رفقة دروغبا ثنائي هجومي رائع وهو أحد ركائز منتخب الفيلة. آخر المنتخبات هو المنتخب التوغولي واللي يشارك للمرة الثامنة في تاريخ الكان بعد ما شارك سنوات 72 84 98 2000 2002 2006 و2010. ودع المنتخب التوغولي المنافسات من الدور الأول في كل البطولات اللي سبق وشارك فيها. خاض المنتخب التوغولي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 18 مباراة، فاز في مناسبتين فقط وتعادل في 6 وخسر 10 مقابلات، وأحرز لاعبو المنتخب خلال مشاركتهم 13 هدف ودخل مرماهم 32 هدف. أبرز لاعبي الصقور إيمانويل أديفايور هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة التوغولية ومن مواليد فيفري 84 وهو الهداف الأول لمنتخب بلاده، إذ خاض 54 مباراة سجل خلالها 26 هدف وتوج لاعب توتنهام بجائزة أفضل لاعب إفريقي سنة 2008 ورفع كأس الملك مع الميرينجي سنة 2011.